بصوا يا بنات، احنا هنشتغل بطريقه احترافيه ومش عايزين نخالف القانون. هنبدا بيكي يا سعاد وانت هتلعبي على قسم العقود. يعني احنا مش هنقول انك كنت متجوزه قبل كده، وطبعا جوزك ملوش حق انه يفسخ عقد الجواز، واذا كان مش عاجبه بقى يطلق. وبعد الطلاق بقى ناخد كل اللي احنا عايزينه، دهب وعفش وشقه وكل اللي ربنا يقدرنا عليه. اما انت بقى يا حنان هتمسكي قسم المرتجعات واكتشاف العيوب، واحنا كده كده معانا 6 شهور فترة استرجاع. اعملي كل اللي انت عايزاه في فترة الاسترجاع دي، لكن قبل ال6 شهور دول ما يخلصوا تكوني طلعتي لي في جوزك ده اي عيب. ان شاء الله حتى تقولي ان هو قالك ان هو ما بيشخرش وطلع بيشخر، ساعتها بقى يحق لنا ان احنا نفسخ عقد الجواز بكل بساطة. والمحامي بتاعنا بقى بعقله العبقري ده يقدر يطلع لنا اي ثغره في القانون ناخد بيها كل اللي احنا عايزينه. اما انت بقى يا مريم هتمسكي قسم ولاد الزواج. امال انا دخلتك الجامعه ليه وبدفع فيها دم قلبي؟ عشان انت القمر اللي فيهم ودي حتتك. كل اللي انا عايزه منك انك توقعي لي عريس من ولاد الزواج دول اللي يكونوا بيتكلموا بالملايين، ويا سلام بقى لو قدرتي تجيبي لنا كام عيل منه يفرحونا ويملوا علينا البيت، وبعد كام سنه من العز وتحويش الفلوس والذهب والعقارات تتطلقي. ساعتها بقى يا بت نقدر ناخد نص ثروته ونص مرتبه ونص املاكه ونص كبده عشان يا جعان.